لحظة فراق أم الأولاد، يعني كانت صعبة إلى أي درجة؟ هل كانت كمان قبل وفاة الوالد والوالدة والّا بعدها، وتعاملت مع الموقف إزاي، خصوصًا في آآ وجود الأولاد؟ لأ هي صعبة جدًا طبعًا، صعبة جدًا، يعني نرمين الله يرحمها كمان عِشرة 20 سَنة، يعني قعدنا مع بعض 20 سَنة إلى أن توفاها الله، فهي من خيرة الناس، يعني أي حد يشوف نرمين يقول لك امرأة من الجنة تمشي على الأرض، ما كانش ليها مكان ما بيننا كتير يعني. المشكلة مع نرمين الله يرحمها في صدمة وفاتها إن هي كان المرض اللي قبل كمان وفاتها، إحنا قعدنا حوالي 3 سنين كان breast cancer وبعدين كيماوي، في إشعاعي، في جراحات، في تطوّر، في انتشار، وأنت تأمل الشفا والولاد أنت بتحاول تبعدهم عن الصورة على قد ما أنت تقدر، وطبعًا قدّامهم الصورة واضحة، كان عندها نوع عنيف جدًا، جدًا، جدًا من الكانسر يعني، فكان الdeterioration أو التدهور في الحالة رهيب، سريع. رهيب، 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 ما شُفتش في إمم. حياتي كده بصراحة يعني. فكنت أسافر أسبوعين السعودية علشان أجيب دخل معيّن، أرجع أحُطّه كلّه إجمالًا تقريبًا في جلسة الكيماوي، أنا فاكر كانت صيدليات اللي بتوصّل لي كنت باطلب الدوا عشان ييجي لي من برّه، رغم إن أنت شايف بعينك إن الشفا صعب، ما فيش حاجة صعبة على الله عز وجل ولكن علميًا صعب، قُلت له كده، قُلت له: "أنا عندي نرمين، يعني لو مُقدّر لنرمين إنها تتوفى فهي تموت من الدوا، بس ما تموتش من عدم أخْد الدوا." بس هو رفض برضه يدّيها آخر جرعة دي، وكان عندي ميعاد سفر للرياض يوم جمعة، فقُلت لهم: "لأ أنا مش هاجي، هاستنى شوية نرمين تعبانة جدًا يعني." واتوفت فعلًا الأربع بتاع الجمعة دي، فكانت فترة صعبة، كانت فترة صعبة.